الملائكة اللي هي الخدمة، وازاي انا كشخص، انتوا بكره وبعده هتبقوا مكاننا هنا، صح؟ اكيد. واكيد في منكم اللي بيخدم صفوف صغيره زي حضانه واولى وثانيه وابتدائي، اكيد في منكم خدام موجودين. عشان كده النهارده صفه الخادم اللي موجوده في الملائكه، احنا هنشوف ازاي انا اكون خادم ناجح، وايه الحاجات اللي بيمتلكها الملاك في خدمته، تمام؟ عشان انا امتلكها في خدمتي كمان، تمام؟ ازاي اكون خادم ناجح؟ حد عارف كده ممكن اكون خادم ناجح ازاي؟ اخدم بايمان وتواضع. حلو خالص، هايله. مين؟ ماشي، حد يجي بقى يديني الفلسات. تمام، تعالى يا ابراهيم معايا. اتفضل. في هنا، اتفضلي. وفي اخدم المحبه. حاجه تاني؟ الامانه في الخدمه. تمام. الافتقار. طب انت افتقدت حد وجبته معاك؟ تمام. تمام. بيقول ان انا لازم كخادم ادور على ايه المشكلات بتاع الخدام المخدومين بتوعي واحاول اساعدهم فيه. تمام، هايله يا ناردين. لما اخدم ما اميزش بين حد وحد. حلو جدا. طب تعالوا نشوف كده الصفات زي ما انتوا قلتوا، هتلاقوها تقريبا شبه اللي انتوا قلتوه بالظبط. اول حاجه اعتقد اول حاجه في الخدمه انكار الذات. هو ايه اللي خلى الملاك يسقط؟ حد كبرياء. هايل. مين اللي قال الجمله؟ تمام. كبرياء الملاك هو اللي خلاه يسقط ويتحول من ملاك لايه؟ لشيطان. يعني معنى كده ان انا اول حاجه لازم ما تكونش موجوده في صفاتي كخادم ان انا اكون شخص متكبر ومغرور، يعني انسان بينكر ذاته. من اراد منكم ان يكون اولا يكون ايه؟ خادم للكل. تمام؟ يعني ما يبقاش وزير ولا يبقاش ملك، لا، ده قال خادم. خادم للكل. يبقى اول حاجه في الصفات ليا انا كملاك وليا انا كخادم اني اكون بانكر ايه؟ بانكر ذاتي. دايما بقول ان ربنا هو اللي بيعمل، ربنا هو اللي بيشتغل، مش انا عملت وانا جبت وانا افتقدت وانا رحت وانا، لا، انا دي نركنها خالص. انا دي انا اخر الناس. تمام؟ لان ربنا في الخدمه هو اللي بيشتغل مش احنا. انا لما باجي اتكلم معاكم مش انا اللي بتكلم على فكره، ده ربنا هو اللي بيتكلم على لساننا احنا كخدام ليكم. تمام؟ يبقى اول حاجه انكار الذات. تاني حاجه يا شباب، ودي اللي انتوا قلتوها كلكم واتفقتوا عليها، الخدمه بايه؟ بامانه. وربنا بيقول ان اللي بيخدم بيد مرتخيه بيبقى شخص مش خادم في نظره، لا، هو عايز الانسان اللي بيخدم يكون خادم بامانه. انا بخدم بقلبي، بخدم بكل اللي جوايا عشان افيد المخدومين اللي حواليا، اسعى واقرا كتير واحاول الم بالكتاب المقدس واتعامل بكل وسائط النعمه الموجوده عشان اقدر اوصل الايمان الصحيح لمين؟ للمخدومين بتوعي. يبقى اول حاجه الايه؟ انكار الذات. تاني حاجه اخدم بايه؟ بامانه. ما بقاش متراخي في خدمتي. لا اصل النهارده تعبان، لا اصل النهارده مش هقدر اروح، لا اصل في ماتش النهارده خليها المره الجايه. لا، الامانه بتقول ان خدمتي الاول وبعد كده تيجي اي حاجه ثانيه. ثالث حاجه واللي قالتها ناردين، اخدم دون تمييز. يعني ما اخدمش الناس الحلوه الشيك الكويسين اللي معاهم فلوس اللي مش عارفه ايه، اللي بييجوا بيحضروا
اللي قدامه باستمرار بشوفهم وملتزمين ومنضبطين، والشخص اللي بعيد عن ربنا ما حاولش اخدمه. الانسان اللي محتاج مني اني اروح وافتقد وازوره في بيته، محتاج ان انا اقف معاه في مشكلته واشوف هو ليه مش بيجي الكنيسه، ابعد عنه. لا، ده انا الناس دي هي اول الناس، اخوه الرب اللي كلنا يعني كخدام اهم خدمه لينا ان احنا نخدم اخوه الرب. هم دول اللي ربنا بعتهم عشان نخدمهم، الناس اللي ملهاش حد ان هي يذكرها في صلواتهم، احنا اللي نذكرهم واحنا اللي نخدمهم. الناس دي هي اولى مني كخادم بالايه؟ بالخدمه. مش اميز حد عن حد، اقول لا اصل ناردين وكريستين ويوستينا دول ملتزمين معايا، لا اللي مش ملتزم ده ماليش دعوه بيه. لا، ده انا بخدم الغير ملتزم او اللي مش قدامي او اللي مش موجود او اللي وبفتقد اللي مش موجود اكتر من اللي ايه؟ من الملتزم واللي موجود معايا. تمام؟ الصفة الرابعة، يجب أن يحيا الخادم بما يعمل به أو يعلم به. يعني أنا بقرأ في الإنجيل، تمام؟ وفي وصايا أنا عارفاها. الوصايا دي أنا ما أقدرش أقولها لكم غير إن أنا إيه؟ أعيشها وأعملها. تقدروا أقول لكم تعالوا القداس وتناولوا وأنا ما بروحش، ما ينفعش. فقد الشيء لا يعطيه. الإنسان اللي ما بيمتلكش الصفات والفضائل جواه ما يقدرش يقدمها لأي حد لأنه مش عايشها. عشان كده مهم جدا في الخادم الناجح اللي عايز يبقى ملاك ناجح للي حواليه ان هو اللي بيقراه واللي بيدرسه شيء معاش، يعمل باللي بيدرسه والفضائل اللي بيكتسبها، يبقى انجيل معاش في وسطينا. ده الانسان اللي اقدر اقول عليه انه خادم ناجح. تمام؟ خامس حاجه، اخدم بقلب حار وحماس. في ناس بتيجي بتخدم، احيانا انت بتطلعي من الخدمه تقولي على فكره اللي كان بيخدم النهارده انا ما حسيتش بالكلمه اللي قالها، انا ما حسيتش هو عايز يقول لي ايه، انا ما حسيتش جواه ايه علشان انا افهمه وعشان اطلع واستفيد منه. الخادم ده في نظري هو خادم ما بيخدمش بروحه وبقلبه. الانسان اللي متحمس لكلمه الله وانه يوصل كلمه ربنا، انسان بيوصل الخدمه للي قاعد. انا ما اقدرش احس اللي قدامي، ما اقدرش اسمع اللي قدامي غير لما احس انه فعلا من قلبه بيقول لي صلي، ومن جواه بيقول لي صلي، ومن جواه ليه علاقه حلوه بربنا، فانا حاساه. انا شايفه ده. في ناس كده تقول ايه؟ نعمه ربنا عليه. هو ده اللي عايز يوصله، الحماس والحراره في الخدمه، ويبقى قلبه واكله على الخدمه. كل الحاجات دي مفيده للخادم الناجح او مهمه للخادم الناجح. بغير كده يبقى انسان بيخدم بايد ايه؟ بايد مرتخيه، وربنا ما بيحبش الخادم ده. الخادم الناجح خادم جواه محبه لربنا بتطلع في خدمته. فطالما انا جوايا المحبه والحماس ان انا اخدم والفضائل اللي جوايا بشغلها تمام وحاسس بيها، اكيد هبقى خادم ناجح. تمام؟ اخر حاجه بقى اني اخدم باستقامه. على فكره الخدمه باستقامه دي بقى حطوا تحتها مليون خط. اشمعنى تسوري؟ ما كل الحاجات دي مهمه. اشمعنى خدمه باستقامه؟ الخادم الناجح خادم بيوصل الانجيل الصحيح للمخدومين. خلوا بالكم البدع والهرطقات اللي حصلت من كهنه وحصلت من مطار. صح ولا غلط؟ يعني ناس كانت قاريه في الكتاب المقدس، بس مشكلتهم بقى انهم عملوا ايه؟ انهم ما سلكوش باستقامه. كل اللي عملوه ان هم عملوا لنفسهم عقيده لوحديهم وحاجات وتفسيرات لوحديهم، وما بقوش يرجعوا لاقوال الاباء وللانجيل في خدمتهم. عشان كده هم انحرفوا على الطريق الصحيح في الخدمه. احنا برضو نفس القصه. احنا لينا
طقوس بنمارسها، لينا عقيدة ملتزمين بيها، ودي نقطة أشرنا فيها في كتير خالص للشباب اللي بتروح كنايس. احنا مش بنقول إن الكنايس دي مش حلوة، لا، لكن بنقول إن عقيدتنا اللي احنا عايشين عليها والاستقامة اللي احنا اتربينا عليها في كنيستنا الأرثوذكسية حاجات لازم أنا كخادم أعيشها وأفهمها وأسلك بيها، تمام، عشان أقدر أوصلها صح. عشان ما يجيش حد يضحك عليا بدعة أو هرطقة أو أي عقيدة مخالفة لعقيدتي وأنا ما بقاش فاهم ومش عارف وأوصلها للمخدومين بتوعي، وأبقى أنا كنت السبب في إن الناس دي تبعد عن طريق ربنا الصحيح. عشان كده الخدمة باستقامة مهمة جدا، والاستقامة دي بقى تخصني أنا، دي اللي بشتغل فيها على نفسي، بشتغل فيها على الخدمة، على المعارف اللي جوايا، ودراستي للكتاب المقدس، ودراستي للطقس، ودراستي لتاريخ الكنيسة. كل الحاجات دي مهمة، تمام، لكن دي أهم للخدمة، لأنه لو درسها صح واستوعبها صح وعايش فيها صح هيقدمها للمخدومين صح. عشان كده بنقول إن إحنا كلنا كخدام عشان نبقى ناجحين وعشان نبقى زي الملائكة اللي بتخدم عرش الله، وزي الملائكة الحارس اللي ربنا عينه عشان يخدمني، تمام، ويتابعني ويشوف أنا مع ربنا ولا لا. مهم جدا أنا برضو كخادم عشان أبقى ملاك في وسط المخدومين اللي أنا بخدمهم، وإن أنا المفروض أكون مرشد ليهم، إن أنا أكون بأسلك بطرق تكون صحيحة، بطرق تكون سليمة. أتمنى إن كل واحد فينا وكل واحدة فينا في خدمتها تشوف إيه الصفات اللي ناقصاها من الصفات دي وتحاول تشتغل عليها عشان تبقى خادمة وخادم ناجح، وتبقوا مكاننا هنا خدام وخادمات ناجحين. أتمنى إن الكلمة تكون وصلت ليكم، مش بس كلمة هتعدي كده مرور الكرام، لا، فكروا في الخطوات دي كويس، وفي الحاجات دي كويس، وفي الصفات دي اللي المفروض تكتسبوها كويس عشان تبقوا خدام ناجحين. ميرسي.